وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعائلته إلى العاصمة السعودية، حيث سيقدم نادي النصر السعودي نجمه الجديد مساء الثلاثاء إلى جماهيره في ملعبه مارسول بارك في الرياض. وأعلن النادي الملقب في السعودية بالعالمية الجمعة تعاقده مع اللاعب الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات في صفقة تاريخية مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو. وسيفتح النادي أبواب ملعبه أمام الجماهير بدءا من 5 مساء بتوقيت الرياض، أي في الساعة 2 مساء بتوقيت غرينتش، على أن يتم تقديم رونالدو بعد ساعتين، وتحديدا في الساعة 7 مساء بحسب التوقيت المحلي. وقبل مراسم التقديم يعقد رونالدو مؤتمرا صحفيا رفقة رئيس النصر مسلي المعمر في الملعب نفسه. واعتبر النصر بطل الدوري 9 مرات آخرها في 2019 هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد. وكتب النادي في بيان إعلان توقيع رونالدو: هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة.